يا زين وحوش، رجعنا لكم فيديو جديد. فكرة الفيديو النهارده عبارة عن وحشتونا يا جدعان. ليا فترة ما بصورش فيديوهات كبيرة، بس ظروف. ليا فترة ما بصورش يا جدعان عشان الظروف في الكاميرا، وعايزين نجيب الكاميرا وهكذا وهكذا وشغل وهكذا. عليكم السلام. المهم، فكرة الفيديو النهارده سلسلة جديدة مع اسأل مع شريف. فكرة الفيديو النهارده شايفين يا جدعان، لوكيشن جديد مع إضاءة جديدة مع مش عارف ايه. هتشوفوا شغل تجديد. السطح بصوا كده شكله كده اللي هو. طبعا هجيب فيديو يشتغل مش عارف ايه، زي ما انتم شايفين السطح شكله زبالة. بعد كده بيجي كده مننا. بعد كده ادي اللوكيشن وشغل تجديد. فنبدأ مع أول ضيف اللي جارفني ومش عايز يحل عني. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ بالعكس، حبيبي اخويا مصطفى صاحب بالمغامره. مصطفى وصف. أنا مصطفى صاحب المغامرة، وقعنا 1000 مرة بنقوم من تاني عادي جدا. فكره الفيديو النهارده اسال مع شريف. اسئله هعمل فيها تحديات، مين هياخد المركز الاول والثاني والثالث. هعمل لكم 3 فيديوهات هتشوف يا ترى مين هيتصدر القمه. حكم المرة دي. تعال. اقول لك انا جامد والحبه دول، بس اقول لك هتموتي، صدقيني هتموتي. فيلا بينا. فكرة الفيديو عبارة عن 3 أسئلة، 3 فقرات، كل فقرة بأسئلتها الخاصة. يعني الفقرة الأولى الأسئلة السهلة، كل سؤال ب5 درجات، 5 في 5 ب25. الفقرة الثانية الأسئلة الصعبة برضو ب5 درجات، كل سؤال ب5 درجات، 25 برضو. في فقرة في النص بونص لو عايز يعوض، بحيث لو نقص درجات يعوض 10 في 30 ثانية. أنا يعتبر الفكرة دي واخدها من حتة تاني، بس أنا بحب الفكرة عجبتني ولقيت فكرة حلوة. الفقرة الثالثة الأسئلة الصعبة، يا ترى هتعرف تجاوب منهم 3 4 هم 5، وكل سؤال ب10 درجات. هنشوف لسه يا ترى. ومعاك نوع الأسئلة هي أصلا، ومعاك وسائل مساعدة. الجولة الأخيرة بتتفتح لك AI ومكالمة صديق، دي بتتفتح لك في الآخر. أيوة. وحذف إجابتين برضه في الآخر. في النص اللي هي الجولة المتوسطة بتجي لك طيار، تجي لك مرة واحدة بس. استخدمتها تمام، ما استخدمتهاش بتضيع عليك. الطيار دي بتعمل لك ايه؟ بتلغي لك السؤال بس بتاخد الدرجة بتاعتها، فدي بتريح لك الدنيا شوية. ومعاك تغيير السؤال، ومع ده في الأول معاك تغيير السؤال من غير ما توصل لأي جولة أو أي حاجة. بس الفقرة الأولى مش هتحتاج إنك تغير السؤال. يلا نبدأ الفقرة الأولى والأسئلة السهلة. يلا بينا. بس ايه هو؟ اهدي قلناها سوا. اهدي دي كمان قلناها سوا. واه ما خلاص عاد. اهدي قلناها سوا. اهدي دي كمان قلناها سوا. واه. بس قبل ما تبدأ الفيديو عايزك تعمل لايك، سبسكرايب. وصلنا لمرحلة حلوة 421. ده دلوقتي شريف ما كانش يحلم بيها. عايزين نوصل ل 500 زقة 1000. ال1000 تجيب الكاميرا، ما تجيبش الكاميرا نبقى يوتيوبرز كده يعني. فيلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. جاهز يا كابتن مصطفى؟ أنا جاهز. جاهز يعني تتحداني يا باش؟ أيوة. هتموت يا سوس النبي. هتموتي، صدقيني هتموتي. الفقرة الأولى، كل جولة وليها 30 ثانية. السؤال الأول، تقع العراق في قارة إيه السؤال ابن أمريكا؟ ما تخافش، في اختيارات على طول. أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أوروبا، آسيا. جدع. خلي بالك في البلاد ضايع. هنشوف. ضايع. السؤال الثاني، آه. من النبي الذي لا يزال على قيد الحياة ولم يمت؟ عيسى عليه السلام. متأكد؟ إجابة يا صحيحة. يقول إيه يا عم؟ إجابة خلينا صحيحة. في بدري عشرين. إجابة صحيحة. ما هي عاصمة لبنان؟ بيروت. متأكد؟ أيوه. إجابة صحيحة. عايز متأكد. أي من الآلات الآتية آه. الموسيقية التي إليها إيقاع؟ أو الجيتار، أيوه. الكمان، أيوه. الدف، الناي. اسمه الدوم. الدف. هو مش مفيش بس ضم ولا إيقاع انت بتجيب لي الجيتار عشان توقعني يا صاحبي. بس انا لا اسف. خلي بالك اقول لك معلومه، الجيتار يقدر يعمل كل حاجه. طبله، سواء بقى غربي شرقي كل حاجه. الجيتار اقدر الجيتار يعمل طبله. أي نعم. فاهم؟ بالاوتار. أي ما شفت فيديوهات. ايه ايقاع بقى، يعني ايه ايقاع اصلا؟ انا واقف في الموسيقى انا إيقاع 15 سنة.
الدب. إجابة نهائية؟ ايوه. صح. والله العظيم انت موتر على فكره. ماذا يطلق على ابن العنز أو ابن العنزة يعني؟ سهل والله. هل هو عجل أم جدي أم جرو أم فرس؟ ابن العنز. آه. ده غير ابن الخروف. جدي. تأكد؟ ايوه. صح. دي السهله. طبعا. صعبه تكون عامله ازاي والله. وكده طبعا مصطفى قفل الأسئلة السهلة وهياخذ الدرجة النهائية وهي 25. كده كده. جدع يا كابتن مصطفى. ونخش على الفقرة الثانية اللي هي الأسئلة المتوسطة، وهنا بتفتح لك وسيلة المساعدة اللي هي الطيارة ايوه. مع تغيير السؤال ايوه. وهكذا. ايوه. يلا نبدأ. انا اوترك مش بتوتر، اوترك لا النهارده. توترش انا مجهز لك. ده فيها وقت يا اخي. يلا بينا. السؤال الاول، لكل غرفة في المنزل سقفان، سقف واحد، 3 اسقف ولا سقف؟ لكل غرفه. استنى طيب مش فاهم. 15 ثانية. يعني كل غرفه سقف واحد. تأكد؟ لكل غرفه سقف واحد. ايوه. إجابة صحيحة. ها كمل. يلا بينا. السؤال الثاني نبدأ الوقت. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فين؟ المدينة المنورة، جدة، الدمام، الرياض؟ هو في مكة. 10 ثواني. هو في مكة. مش عايز 5 ثواني. الرياض. إجابة نهائية؟ ايوه. للأسف إجابة غلط. والله عارف. ايه اللي جابها الصحيح طيب نستفاد منه؟ مدينة منورة. إزاي يعني؟ والله بس دي في مكة برضه. صح؟ لا طبعا. ده عبيط ده ولا ايه؟ بس دي انت بتزولني بيها المدينة المنورة. لا طبعا. ليه يا عم؟ السؤال ده يعني شبه صعب. في أي سنة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل 13 هجريا، 11 هجريا، 12 هجريا، 15 هجريا؟ 571 ميلادية. لا صح، خلي بالك 571. تمام. ما قلناش حاجة. ما قلناش حاجة. قول ثاني كده. 13 آه. هجريا، آه. 11، آه. 12، 15. 12. إجابة نهائية؟ تأكد؟ ايوه. للأسف يلا خلاص. فرقت معاك على واحد. 11 هجريا. انت وين؟ السؤال الرابع، الدينية يا اخي. كم عدد لاعبي رياضة الرجبي؟ 15، 20، 25، 10؟ ايه الرجل دي اصلا؟ دي رياضة. قول ثاني كده. على ما أظن يعني 15، 20، 25، 10. فاضل لك 7 ثواني. 15 20 25 10. 15. الوقت خلص وهاخد منك إجابة نهائية 15. ايوه. صحيح. يا الرياضة الوحيدة اللي مش عارفها، تخيل. نبدأ الوقت تاني. السؤال الأخير في الأجوبة المتوسطة. أيوة. أنت لحد دلوقتي غلطان في 2. ايوه. ربنا يستر. ما أصل القائد البطل صلاح الدين الأيوبي؟ عربي، ايوه. أفغاني، فارسي، كردي؟ انت كنت عارف الاسئله دي؟ ما عدا صلاح الدين اللي غلطت فيها الصراحة. أنا جاوبتها من نفسي فلقيتها غلط فعرفت الإجابة. قدامك 15 سنة. السؤال عربي الأخير. افغاني. الطيارة أنت ما استخدمتهاش وهتضيع عليك لو هات لي الطيارة خلاص. خلاص استخدم الطيارة واتحسبت لك النقطة وهي أنا أصلا ناسي. تتوقع. طب إيه كانت؟ عربي. هي لا قلت اقول اختيارات ثانيه كده؟ عربي، أيوة. أفغاني، أيوة. فارسي، تقريباً كردي. افغاني او كردي. اختار واحدة. كردي. صح.
ماشي. بس كويس عشان كانت هتضيع عليك الطياره وفكرت طبعا انت نسيت. انا نسيت كل الاختيارات. الفقره الاولى خلصت 1 2 3 15 درجه من اصل 25. كويس يا عم ربنا يسلمك. كويس. نخش على البونص. تعوض فيه. ماشي وقتهم 10 أسئلة. ماشي. يلا بينا. ها. عكس كلمة عالم. على عالم. عالم جاهل. صح. كم مليمتر يساوي المتر؟ المليمتر 100 متر. غلط. 1000 متر. جدع. 1000 ينتجه الدخل وله مذاق حلو ويستخدم في العلاج. ايه تقول؟ ينتجه النحل وله العسل. مذاق. صح. كم صفر في الألف؟ 3. عاصمة دولة مصر. القاهرة. ما جمع كلمة أول؟ أوائل. إيه الحيوان اللي ظهره كله شوك؟ قنفذ. للأسف الوقت بس خلص. قنفذ بس آخر واحدة. ها إيه؟ قلت قنفذ. تمام اتحسبت لك. كان فاضل لك للأسف 2. ماشي. انت بطيء وانت بتقول. ليه انت غلطت؟ انت اللي غلطت دي وقفتني. عمال تقول نحن مش عارف ايه. ماشي. كان في مثل وكان في سؤال تاني، في 3 اسئله ما اعتقد. ان كبر ابنك في خوي. يستخدمه عشان يصحينا من النوم. المنبه. كم سنه في القرن؟ 100. للاسف 100. خدت 7 من 10. 100. الى حد ما كويس. نخش على الاسئله الصعبه. وهنا بتيح لك مكالمه صديق ايوه. وحذف اجابتين ايوه. وتغيير السؤال خالص. فشوف شات انت جي بي تي. عايز. وشات جي بي تي شات جي بي تي. ماشي. الاي اي. او الفقرة الصعبة ب50 درجة. تمام. كل سؤال ب10 درجات. جاهز؟ جاهز. يلا بينا. طبعا عشان في وقت. السؤال الأول. من هو مكتشف هاواي واستراليا ونيوزيلندا؟ حتى طب قول اختيارات يمكن يجي واحد. جيمس كوك، ايوه. جون دالتون، ايوه. فريدنت ماجلان، ايوه. فاسكودي غاما. يا عم انا استخدم ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي. بس طبعا هنا ما ينفعش تقول السؤال زي ما هو، هتحرف لي السؤال. هو السؤال بيقول ايه؟ من هو مكتشف هاواي واستراليا ونيوزيلندا؟ اقول كيف اكتشفت هاواي ونيوزيلندا وكذا. براحتك. وهديك وقتك يا عم، مش هحسب الوقت. اكتشفت هاواي ومين تاني؟ واستراليا استراليا ومين تاني؟ ونيوزيلندا. ونيوزيلندا. هنا يسأل اي اي وفي فرصة ضاعت من المساعدات. جيمس كوكس. كوك. انا بهزر. إجابة نهائية. ايوه يا عم. عشان ساعات. يا عم ده حبيبي ده قلت لك تفهموش انت. عشان ساعات الاي اي احنا اغبياء زي بعضنا فهمش حاجه. ساعات بيجاوب الإجابة غلط. صح يلا عشان وقتي صح يلا. إجابة صح. ايوه لا عارف. ما هي عاصمة الكونغو؟ كونغر. الكونغو. كونغو. دي ان شاء الله. لوساكا، ايوه. برازافيل، ايوه. كنشاسا، ستينيجو، سانتيغو. سانتياغو. تأكد؟ لا بس 20 ثانية. معك وسائل تاني أو لا ممكن ترجع في دماغك السؤال. سانتياغو. إجابة نهائية. ايوه. غلط. عمال أقول لك إجابة نهائية. افتكرت قلت توترني بس لا، ما شاء لا. الله. طب ايه الاجابه الصحيحه؟ برازافيل الإجابة الثانية. برازافيل. ماشي. نخش على السؤال الثالث. لحد دلوقتي جايب واحدة صح وواحدة غلط. ايوه. توجد مدينة حماه في نقط سوريا، ايوه. ليبيا، ايوه. تونس، المغرب. احذف اجابتين. نحذف إجابتين. نحذف ليبيا ايوه. والمغرب. في عندك سوريا وتونس. حماه. حماه سوريا وتونس. تونس كلام لهجتها غريب. اعتقد تونس. إجابة نهائية. ايوه. للأسف يا عم الحظ ده. الحظ مش معك يا كابتن مصطفى. ماشي. السؤال اللي بعد. من مؤلف كتاب إغاثة اللهفان؟ ايه الاسئله دي؟ ابن القيم الجوزية، الإمام الذهبي، العسقلاني، الغزالي. كتاب ايه؟ إغاثة اللهفان.
هي كده على حسب نقطة. معاك 10 ثواني. إغاثة اللهفان. إغاثة اللهفان. بص قول تاني الاختيارات كده. ابن قيم الجوزية. أيوة. الإمام الذهبي. أيوة. العسقلاني. الغزالي. هو الذهبي ولا المذهبي؟ الذهبي. الذهبي. اخذ منك إجابة عشان الوقت خلص. ما فيش وسائل مساعدة للأسف. الغزالي. للأسف إجابة غلط. ابن القيم الجوزية. إيه لا والله العظيم. طب هات يا أخي ألقى أسئلتك وأنت بتجيبها حتى. معاك سؤال واحد ولسه معاك تغيير السؤال أو مكالمة صديق أصدقائك. والفرصة ليه معاك اسلام رن عليه. مين يا عم؟ متى بني برج القاهرة؟ 1960 1961 1962 1963 1963. آخر إجابة. لا احذفها خلاص. ألغي السؤال. ألغي السؤال. غير نص والإجابة طلعت 61. الحمد لله. آخر سؤال معانا. معكاش فرصة غير إنك تكلم حد. مش هكلم. استخدمها. ما فيش حد. ماشي. متى تم افتتاح السد العالي؟ 1969 1970 1971 1972. اوف يا مان. 10 ثواني. 69. إجابة نهائية. هديك فرصة ومش هسيب. 73. ما فيش 73 الاختيارات. فيش 73. واحدة تانية يا عم هلغي لك واحدة من عندي. هنلغي 69 اللي انت قلتها اول واحدة. ايوه. في عندك 70. ايوه. و71 و1972. 70. طب انا هساعدك. ربنا قال خير الامور الوسط. ايوه. 79 71 72. 71. إجابة صح. للأسف خدت 2 من أصل 5 درجات. فللأسف خدت 20 من أصل 50. الأسئلة صعبة طبعا بس الموضوع مش بيد. حاول رن على حد يعمل أي حاجة. يا ترى المجموع النهائي كابتن مصطفى جاب كام من كام؟ هنشوف دلوقتي. وهنا واثناء وانا بحسب نسيت ان انا حاسب المجموع الكلي 110 مش 100. فده خطأ ومش هيحصل تاني. فكملوا باقي الحلقة. بس هنا هطلع جدع وهحسب لمصطفى السكور من 100 مش من 110. بس المرة الجاية مش هتحصل اخطاء وهتحصل تعديلات اكتر من كده. وكده تقدر تكمل الفيديو. ما تجمعهمش انت تتوقع كام مصطفى جاب كام من ضمن. كم من 100؟ 60. مجموعك النهائي يا كابتن مصطفى 67 من 100. ألف 70 عشان خاطر طيب. ينفعش. وكده اقدر اقول لك هارد لك. يا ترى هل اللي هيجي هيعلي على مصطفى ولا مصطفى هيتصدر القمة؟ انتظرونا الفيديو الجاي مع منافس جديد مع سلسلة اسأل مع شريف. ونشوفكم الفيديو الجاي مع اللوكيشنات ووضع جديد. فيلا بينا. سلام.